اعتقد بانها من اكبر من اكبر النتائج اللي سجلت في تاريخ كاس العالم. شوف، انا محتاج يوم او اثنين او ثلاثه لانه نعيش في حاله صدمه. هنالك بعض الاحداث من كثر حجم العظمه نتاعها الجسد والاعين والعقل ياخذ مده باش يستوعبها. يقول لك تو سينك ان باللغه الانجليزيه. في لحظه ما نيل أرمسترونغ لما حط ساقه على القمر قال هي خطوه صغيره للانسان ولكنها خطوه عظيمه للبشريه. فوز المغرب خطوه عظيمه للمغرب، خطوه عظيمه للعالم العربي، خطوه عظيمه لافريقيا. أنا فرحان أنه لما تحدثت قلت ربع النهائي لازلنا في خانة المشاركة المشرفة. اليوم المغرب كسر باب المشاركة المشرفة واقتحم باب الإنجاز. نجموش نطلبوا أكثر من هكا. بالنسبة لي أنا بغض النظر من يفوز بهذه الكأس، المغرب هو بطل هذه الدورة. الركراكي بغض النظر شكون ياخذ جائزة أحسن مدرب، هو أحسن مدرب في هذه الدورة. بونو وتدعمه الأرقام في ذلك هو أحسن حارس في هذه الدورة. خط الدفاع هو أحسن خط دفاع. جمهور المغرب كان اليوم أحسن جمهور في هذه الدورة. أنتم اقتحمتم أبواب الإنجاز وكسرتوها بكل أطرافها. اليوم المغرب شرفنا فرحنا. شكرا لكم ال11 ملاعبي والركراكي على أنكم خرجتوا منا أفضل المشاعر الإنسانية، السعادة، الستريس، الفرحة، بعد الانفجار اللي يصير بعد الغصرة. خرجتوا منا كل هذا. بالنسبة لي أنا اليوم حققنا الإنجاز. لأنه شنو هو بالنسبة لي أنا المعيار بين الإنجاز والمشاركة المشرفة؟ المشاركة المشرفة لما نسلموا على بعضنا ونشكروا بعضنا ويعطينا الصحة وكذا. لكن لما العالم الكل يحكي عليك فحققت الإنجاز. شكرا أنكم شرفتونا وفرحتونا عربا وأفارقة. أين نذهب الآن؟ Where do we go from here? stress free. حققتوا الإنجاز. ما نجموش نطلبوا منكم أكثر من هكا. هذا المونديال لا يؤتمن. لذلك لا خليني نكملها. لا باش نكملها. لا انا بوقفك هنا. انا ما كنت اطالب المغرب باي شيء، لا انا طالبهم وصولهم النهائي. هذا اللي نقوله. نحن الان لا نطالب باي شيء لكنكم قادرين توصلوا للعين. فيا ريت خلينا نحلم وما يسالش، لكن ستريس فري لانكم حققتوا اروع انجاز. شكرا يا مغاربه، يعطيكم الصحه. خرجتوا افضل ما فينا، وانتم بغض النظر على من يفوز بالكاس انتم ابطال هذه الدوره ويستاهلونها.